السلام عليكم. في أدوية لو خدتها بتبطل مفعول أدوية تانية، وبالتحديد الأدوية دي أدوية الحموضة وأدوية قرحة المعدة أو التهاب المعدة. زي إيه؟ زي المالوكس، زي فوار فروت، زي الميوكوجيل، زي الجيفيسكون. دي أدوية حموضة. وزي إيه برضو الأدوية اللي بتعالج قرحة المعدة أو التهاب المعدة، زي الأنتودين، زي الكونترلوك، زي النيكسيوم، زي الدوكسيرازول. الحاجات دي كلها بتمنع امتصاص الادويه التانية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو خدت معاه ادويه تانية، سواء بقى علاجات بقى للقلب، علاجات للسكر، علاجات مسكنه، فيتامينات، اي حاجه زي كده، لو خدتها مع الادويه دي هتمنع امتصاصها، فبالتالي هتبطل مفعول الادويه دي. لما تبطل مفعول الادويه دي يبقى انا مش هتعالج. لو باخد فيتامينات عشان العظم هيفضل العظم ضعيف. لو باخد حاجات عشان الانيميا هيفضل عندي انيميا. لو باخد مسكنات، المسكن مفعوله هيبقى قليل جدا او هيضعف او هيتلاشى، مش هيبقى موجود. طب ايه الحل؟ الحل اللي احنا نفصل الادويه دي عن الادويه التانية اللي احنا بناخدها بساعتين على الاقل. بالشفاء ان شاء الله. السلام عليكم.